تخيل انك قدام راجل طويل طوله حوالي 192 سم ورفيع جدا، لما تبص عليه تحس انه عايز محاليل وتخاف عليه من الهواء، وبشعر ودقن طويل وعصابة على الرأس اللي هي البندانة. يعني الراجل ده كان لاعب كورة ودكتور بشري وسياسي مثقف جدا، وبيكتب مقالات عن الرياضة والسياسة والفلسفة، وكمان مدخن شره وبيشرب خمرة. تخيل الخليط ده ممكن يطلع لك مين؟ مفيش غيره، هو واحد بس، الدكتور السياسي اللاعب سقراط البرازيلي. اهلا بيكم في حكاية سقراط البرازيلي. No meio pro Flávio, deixou pro Sócrates, calcanhar. Ajeitada, Sócrates por cima, olha aí, pode ser. Gol! عشان تفهم سقراط لازم تفهم البيئة بتاعته كانت ازاي. ابوه كان رايموند موظف حكومي وليه ميول يسارية اشتراكية وفلسفية، والدليل سمى ابنه سقراط على اسم الفيلسوف اليوناني الشهير. وسقراط كان ليه اخين تاني، راي اللي شارك في فوز البرازيل في كأس العالم سنة 1994، واخ تاني اسمه سكري. رايموند اهتم بتعليم سقراط وشربه آراءه السياسية كلها. حصلت واقعة أثرت فيه لما كان عنده 10 سنين، حصل انقلاب عسكري على الرئيس اليساري المنتخب جواو جولات وتم عزله، وبدأ العصر الدكتاتوري العسكري في البرازيل حتى سنة 1985. وبالرغم من البرازيل عاشت الفترة دي معجزة اقتصادية، لكن بعض البرازيليين قالوا ان ده هجوم على الديمقراطية. وبما ان ابو سقراط كان يساري اشتراكي، خاف من المداهمات العسكرية، ومن شدة خوفه راح حرق مكتبته وهو بيعيط. اللحظة دي غيرت في سقراط كتير، بيشوف اغلى حاجة عند ابوه بتموت قدام عينه عشان خايف من السلطة. من اللحظة دي سقراط قرر ان مفيش خوف تاني. الغريب بقى انه مش زي باقي البرازيليين بيعشقوا كرة القدم، لا، ده هو بدأ كرة القدم اصلا في عمر 19 عام، لانه كان شاطر جدا في الدراسة، ودخل كلية الطب في جامعة ساو باولو، ولعب لفريق بوتافوغ، وكان اللاعب الوحيد اللي بيشترط على الأندية انه مش هيتمرن بشكل كامل، ده عشان يخلص امتحاناته ويذاكر شوية. ولما اتخرج بدأ رحلته الحقيقية مع نادي كورنثيانز. ولما سقراط وصل نادي كورنثيانز سنة 1978 لقى ان في نظام كروي اسمه التركيز القسري. ده معناه ان اللاعبين بيتحبسوا في معسكر قبل الماتش ب 48 ساعة، ممنوع تخرج، ممنوع تقعد مع اهلك، الاكل والشرب والنوم بمواعيد، ودي بيحددها المدرب كأنه ضابط في سجن. الجنرالات اللي بيحكموا البرازيل كانوا شايفين ان ده انضباط، لكن سقراط كان شايف ان ده اذلال. سقراط قال احنا بنلعب كورة مش بنحارب في فيتنام، لو اللاعب مش قادر يتحمل مسؤولية نفسه ما يستحقش يكون حر. النادي وقتها كان بيخسر والديون كانت مغرقاه والجماهير كلها كانت غاضبة منه. في اللحظة دي القدر بعت لسقراط شريك الجريمة، المدير الرياضي أديلسون مونتييرو ألفيش. أديلسون ده كان عالم اجتماع اصلا، وكان مؤمن ان الحرية هي اللي بتجيب النتائج مش الكرباج. وهنا بدأت ديمقراطية كورنثيانز. سقراط وأديلسون وكان معاهم لاعبين مثقفين قرروا يلغوا نظام الأوامر، كل حاجة مهما كانت تافهة كانت بتتاخد بالتصويت. هنصحى الساعة كام؟ تصويت. التمرين هيبدأ الساعة كام؟ تصويت. هنشتري اللاعب ده ولا لا؟ تصويت. واللي خلى التجربة دي أسطورية هو إن صوت سقراط النجم المفضل عند البرازيليين كان مساوي تماما لصوت عامل غرف الملابس. المدرب نفسه ما بقاش ديكتاتوري، بقى منصف. الصحافة البرازيلية اتجننت، ازاي لاعيبة الكورة تدير نادي؟ هي فوضى. بس الرد كان في الملعب. كورنثيانز بدأ يقدم أجمل كورة في تاريخه. Sócrates, é gol! فاز ببطولة ساو باولو مرتين ورا بعض، 1982 و 1983. اللاعبين بقوا ينزلوا الملعب وهم مبسوطين مش خايفين. سقراط كان بيقول ان اللاعب لما يحس انه انسان وعنده رأي هيديك في الملعب اكتر بكتير من اللي هيديهولك وهو خايف من العقاب. سقراط كان لاعب ذكي بره وجوه الملعب، يمكن مش مهاري زي زيكو مثلا، ده هو اصلا بدأ كلاعب رأس حربة وبعد كده خط وسط مهاجم، واحسن صانع العاب بسبب تمريناته واهدافه الحاسمة. ما كانش بيبذل مجهود كبير في الجري، وما كانش بيصطدم بحد، ما كانش بيعمل تاكلينج، هو كان بس بيقف في نص الملعب وبلمسه واحده بكعب رجله يضرب دفاعات كامله ويغير خريطه الماتش. لما سأل من الصحفيين ليه يا سقراط كل لعبك بالكعب، هل دي لقطات استعراضيه؟ رد عليهم ببرود يحسد عليه، انا بلعب بالكعب عشان مش بعرف اجري، والكعب اسرع وسيله لنقل الكره لاي لاعب من زمايلي بيجري فعلا، وبعدين ليه اجري واتعب جسمي طالما عقلي يقدر يعمل المهمه. سقراط عرف ان صوت كورنثيانز بقى مسموع في كل بيت. البرازيل كانت داخله على اول انتخابات بلديه سنه 1982 بعد سنين من المنع. سقراط عمل حركه انتحاريه بمقاييس وقتها، نزل الفريق الملعب بقمصان مكتوب على ظهرها بجمله ترجمتها صوتوا يوم 15. تخيل القوه، ملايين من الناس محبوسه في بيوتها من الخوف، وبتفتح التلفزيون تلاقي ابطالها بيقولوا لهم انزلوا شاركوا قولوا رايكم، وبعدها طبعوا الشعار اللي هز اركان القصر الرئاسي، ديمقراطيه كورنثيانز. الجنرالات بعتوا تهديدات للنادي، والمدربين الموالين للنظام اتهموهم بالخيانه، بس ما قدروش يلمسوا سقراط
ليه؟ لأن سقراط كان هو المنتخب، كان هو كابتن البرازيل في مونديال 82. لو لمست سقراط فأنت بتعلن الحرب على الشعب كله. سقراط استغل الحصانة دي وبقى يلبس عصابة رأس اللي هي البندانة يعني، وبيكتب عليها رسائل للعالم: لا للعنف، نعم للديمقراطية، العدالة لجنوب أفريقيا. ما كانش مجرد لاعب، كان قناة إخبارية ماشية على رجلين. سنة 1984 البرازيل وصلت لنقطة الغليان، حركة اسمها الانتخابات المباشرة الآن، ودي ملت الشوارع. سقراط وقف في ميدان سي بساو باولو قدام 1.5 مليون بني آدم. ما كانش لابس تيشيرت كورة، كان لابس بدلة وبيلقي خطاب سياسي كأنه تشي جيفارا، اللي بالمناسبة لما سألوه مين قدوتك قال تشي جيفارا وفيديل كاسترو. طبعا كنت فاكره هيقول بيليه زي كل البرازيليين، هو أصلا سمى ابنه فيديل على اسم فيديل كاسترو. سقراط جاله عرض خرافي من نادي فيورنتينا الإيطالي، ثروة مهولة كانت مستنياه. سقراط مسك الميكروفون وقال للجماهير: لو البرلمان وافق على قانون الانتخابات المباشرة النهارده فأنا مش هسيب البرازيل وهرفض عرض إيطاليا وهفضل هنا معاكم. البرلمان اللي كان لسه تحت السلطة رفض القانون بفارق أصوات بسيطة. سقراط بكى ونفذ وعده. سافر إيطاليا سنة 1984 وهو حزين. في إيطاليا التجربة كانت فاشلة. ليه؟ لأن الإيطاليين كانوا عايزينه لاعب محترف يتدرب وينام بدري ويسمع الكلام. سقراط كان بيقول لهم: أنا مش لاعب كورة، أنا إنسان عايز أسهر وأناقش في السياسة وأشرب مع أصحابي. وكمان اللاعبين في إيطاليا زي النجوم ممنوع لمسها، لكن في البرازيل اللاعبين دايما مع جمهور ناديهم. بعد سنة واحدة رجع البرازيل، بس خلاص البذرة اللي زرعها كبرت. في سنة 1985 سقط الحكم العسكري ورجعت الديمقراطية، كأن القدر كان مستني رسالة سقراط عشان يحرر البلد. سقراط ملوش أرقام كتير مع المنتخب، يعني وصل لنهائي كأس العالم سنة 1982 وخسر قدام إيطاليا. حصل على أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية سنة 1983، وفي 2004 كان من أفضل 100 لاعب على قيد الحياة. في مباراة اعتزاله سنة 1989 قال: إذا توقف جسدي عن العمل فأنا أريد لأفكاري أن تستمر في التدفق مثل الرياح ومثل العاصفة التي تسمح للفرح والألم بتقاسم نفس المساحة، والتي تجعلنا نفهم أن الدموع ينبغي أن تكون بذور تحقيق السعادة. سقراط فضل طول عمره متمرد، مات سنة 2011 وهو عنده 57 سنة بس، وده كان بسبب تليف الكبد ناتج عن أسلوب حياته البوهيمي. المفارقة المذهلة اللي تخليك تشعر إنه مات في فجر اليوم اللي كان فيه نادي كورنثيانز بيلعب مباراة حسم الدوري. سقراط قال إن نفسي أموت في اليوم اللي هيفوز فيه نادي كورنثيانز بالبطولة، وفعلا في يوم 4 ديسمبر سنة 2011 الليل فاز الفريق بالدوري. في بداية الماتش وقف اللاعبين والجماهير حوالي 40,000 شخص رفعوا ايديهم بقبضة اليد الشهيرة بتاعة سقراط، مش خداع لكن تحية للراجل اللي علمه ان الكرامة أهم من الكورة. سقراط ما كانش لاعب مثالي، كان بيدخن ويشرب وما بيحبش التمرين، بس كان عنده مبدأ ما اتدفنش معاه. أثبت لنا إن الفريق هو مجتمع صغير، لو نجح إنه يبقى ديمقراطي وحر المجتمع الكبير كله هيتغير. وفي النهاية نفتكر جملته الخالدة: انتصاراتي السياسية أهم من انتصاراتي كلاعب محترف، لأن المباراة تنتهي بعد 90 دقيقة لكن الحياة تستمر بعدها. تفتكروا لو سقراط عايش بيننا النهاردة في زمن عقود لاعبين المليارات واللاعبين الموظفين كان هيقدر يفتح بقه ولا لا؟ سيبولي رأيكم في الكومنتات، وافتكروا دايما ان الكعب مش بس مهارة، الكعب احيانا بيبقى موقف. شاركوني رأيكم واعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وصلي على حبيب قلبك يطيب، والى لقاء قريب.